ليه بنقول للناس دايما ما تذاكرش كل حاجه وذاكر على القد؟ يعني ايه على القد؟ كنا شرحنا قبل كده فكره مهمه جدا اسمها كونتكست ماتر. طيب يعني ايه؟ يعني الاطار اللي انت فيه بيفرق جدا في اتخاذ قراراتك. فالنهارده هرفلكت على نقطه مهمه قوي. اليو اكس ديزاينرز او اي حد بيشفت من كارير للتاني، خاصه للكارير التكنولوجي او الكارير له علاقه بالصناعه التكنولوجيه اللي هي الاي تي او التكنولوجي او البيزنس، بيقع في الحته دي. في كده حاجه اسمها ميس كونسبشن او ميس، ام واي تي اتش. بمعنى ايه؟ بتبقى حاجه زي خرافه، يعني الناس بتبقى بتقولها على الخرافات اللي بتتقال في التاريخ، زي التنانين المجنحه اللي بتطير ومش عارف ايه وكده. فخرافه من الخرافات الناس دايما بتقعد تقول لنفسها ان انا ببدا من الصفر، او انا لما بشفت الكارير فانا ببدا من الصفر. الكونسبت اللي انا فهمته بصراحه فرق معايا قوي. فكره لما اجي شفت كارير انا ما بقتش ببص للموضوع لان انا ببدا من الصفر، بقيت بسال نفسي سؤال او مجموعه من الاسئله، وبقى عندي وعي بيخليني وانا بشفت كارير او حتى لو عايز اغير المكان اللي انا فيه ما غيروش وانا متضايق، بل بالعكس ممكن الاقي نفسي بغيره وانا مبسوط لان انا عارف انا همشي على خطوات عامله ازاي. فالنهارده هنتكلم بشكل عملي. اللي حصل معايا انا تقريبا من 2011 ل 2016 كنت في هندسه البترول، جامعة السويس. اللي حصل معايا في الفترة دي ان انا اكتسبت معرفة وعلم في دراستي هنا، وطلعت اشتغلت كمان من 2016. خلينا بقى ناخدها لحد تحت هنا كده ل 2018 في كارير البتروليوم اندستري. طيب لما انا جيت من هنا حصل معايا الشيفت من البتروليوم اندستري لليو اكس. انا ما كنتش باصص على اللي بيحصل في اليو اكس على ان انا داخل مجال فانا ببدا من الزيرو. فانا مثلا بالنسبه لي لا، انا كنت بعمل ايه؟ حرفيا المجال ده بحلله، هنعرف ازاي بنحلله دلوقتي. وبحلل المجال ده وبقول إيه، وليكن المجال ده فيه حاجه عامله كده اكس، وفي حاجه عامله كده، وفي حاجه مثلا عامله كده، وليكن المجال ده فيه واحد اتنين تلاته. بسال نفسي ايه اللي انا اقدر اخده من ثلاث اشكال دول؟ وليكن الاكس ينفع يخش معايا هنا فيبقى معايا اكس، وده ينفع يخش جزء منه فيبقى معايا نصه، وده ينفع يخش بس هلعب فيه شويه فيبقى له شكل مختلف. اللي حصل هنا ان انا وانا بشفت الكارير انا ما ببداش من الصفر، يعني ما بقولش انا معيش حاجه، ولكن ببدا احلل هذه الامور. طب الموضوع ده بيحصل ازاي؟ خلينا ننضف السبوره دي كده شويه علشان نشرحه بشكل ابسط خالص. في كارير البترول لو انا عملت حتت منقطه كده، انا عندي مهارات معينه اكس واي زد. فانا بقول والله انا في البترول عندي المهارات دي. طبعا ثلاث ارباعنا مش واعي بفكره وانا شغال في صناعه معينه او في كارير معين ايه هي الحاجات اللي انا شاطر فيها، او ايه الحاجات اللي انا حلو فيها، او اللي انا بعمله ده اصلا اسمه ايه، او المهارات دي ايه. وده مجهود من المجهودات اللي انت محتاج تعمله. دي اول اكشن بوينت محتاج تاخدها دلوقتي. تروح تسال بقى جوجل، تسال تشات جي بي تي، والاي اي دلوقتي سهل الموضوع بنسبه 100%. يعني الموضوع زمان كان اصعب. احنا لما كنا من سنه سنتين كنا بنقول الموضوع قبل جوجل كان اصعب. دلوقتي الموضوع ايام جوجل كان اصعب من وجود الاي اي تروح تساله تقول له انا شغال في صناعه البترول، انا شغال في الصناعه الفلانيه، انا بشتغل محاسب، انا المفروض ان انا عندي مهارات. ممكن تقول لي ايه هي ال 20 30 مهاره اللي عند اي محاسب، وتاخد المهارات دي وترصها، وبعدين تقول له انا عندي مهاره اليو اكس عايز اروح اشتغل فيها. تقدر تقول لي ايه الاكس واي زد اللي موجودين جوه صناعه اليو اكس، وتقدر تقول لي ازاي اوصل ما بين المهارات دي وبعضها، وازاي اثبت ان انا عندي بعض المهارات اللي موجوده في الصناعه اللي انا رايح عليها. هتكتشف مثلا، وكمثال انا قلت في صناعه البترول في واحده من الانترفيوز لما حد سالني سؤال، في نوع من الاسئله كده اسمه behavioral question، هيعرفوها الناس اللي شغاله في الاتش ار اندستري او شغاله في الصناعه بتاعه تالنت اكوزيشن، اللي هو ان هو يشغل ناس ويعمل لهم انترفيوز وكده. البيهيفير كويشن بتقيس مدى سلوكك وقدرتك على اداء مهمه معينه. يمكن انا مش متخصص في الاتش ار بس هي حاجه شبه كده. فبيسالك اسئله سيتويشنال شويه فيها موقف، فيقول لك طيب تقدر تتعامل مع حاجه اسمها تاف ستيك هولدرز، او تقدر تتعامل مع ناس متعبين شويه في التواصل، او ما عندهم ريكوايرمنتس او متطلبات شويه رخمه وخلافه. فانا قلت له ونعمه، يعني انا راجل شغال في صناعه البترول وكنت شغال في الصحراء ومعايا ستيك هولدرز، مش بس طف البيئه نفسها اللي انا شغال فيها يعني واحده من اصعب البيئات اللي ممكن حد يشتغل فيها.
في الصحراء، فالناس كلها على اخرها، فالريكويرمنتس لما بتجيلك ما بتجيلكش على طبق من ذهب وبتجيلك متفصصه، انت بيجيلك حد بيقول لك حاجه انت مضطر تفهمها اصلا منه، ولان هو ما بيقولهاش صح. زائد ان هو ساعات بيبقى عنده ريكويرمنتس رخمه تفوق طاقتك او حتى ادائك في الشغل او حتى مستواك في الشغل. فده يثبت ان انا قادر اتعامل مع شويه ريكويرمنتس جاي من حد وانا قاعد في التكييف وشغال على الكمبيوتر، يعني ده كمثال يعني. او يثبت ان انا هنا لما خدت انبوت تكنيكال انبوت كانجينير خدته من ستيك هولدر، وكان بالنسبه لي انا كنت شغال راجل يعني لسه جونيور انجينير، فما كنتش عارف، فحللت الموقف ازاي وذاكرت من مرجع ايه علشان اشتغل بالانبوت اللي جالي. فالمهاره اللي انا عملتها هنا ممكن نسميها مهاره، يعني وليكن مهاره الاكس دي هي مهاره ديلينج، اسمها كده with tough stake holder. طيب في نقطة بقى مهمة، مشكلة المشاكل ايه؟ لدرجة ان انا كنت عايز ابني على تشات جي بي تي جي بي تي، في حاجة اسمها جي بي تي جوه تشات جي بي تي اللي هو بتبني ايجنت يعني حاجة شبه كده، اسميه ديفاين ذا ثينج اللي هو يعرف لي الحاجة. بس دي هعملها في حلقة تانية قدام، يعني لسه في حلقات على اشتغل فيها على الكمبيوتر. فلما لازم اكون عارف يعني في اهمية تسمية الاشياء، لازم اكون عارف ان الحاجة دي موجودة وليها اسم عشان افهمها واعرف يعني من هنا انطلق ابحث عنها اتعلمها. دي واحده من اهم المهارات، ان انا بعرف ان الحاجه دي اسمها كده واسمها كده بالانجليزي وبالعربي وان شاء الله بكل لغات العالم، لان مش شرط العلم تلاقيه عند ناس معينين. يعني مش زي ما احنا عندنا فقر في المحتوى العربي، تمام اتعلم انجليزي وذاكر محتوى انجليزي ما تعطلش. فتعلم الانجليزي ساعتها هيبقى وسيله عشان تتعلم، مش هيبقى انا عايز اتعلم انجليزي وخلاص، وده يفرق حتى في عمليه تعلم الانجليزي. فانا عرفت ان في حاجه اسمها dealing with tough stakeholders، ودي مهاره من ضمن المهارات وليها تاكتكس وليها حلول. لما اعرف ان هي موجوده عندي وانا موجود في الصناعه دي، فلما اروح يو اكس وافهم ان فعلا في tough stakeholders وعندهم متطلبات غريبه ومش فاهمينها وعلى بعضها والتكنيكال وخلافه وما بيعرفوش يبسطوها، طالما انا عملت ده هنا يبقى انا اقدر اعمله هنا. يبقى انا بسم الله الرحمن الرحيم داخل اشتغل في اليو اكس وانا معايا واحده من مهاراته. يعني فكره انا مش عارف يو اكس، لا انت عارف واحده من مهاراته، لازم تكون فاهم ان ده موجود. فانت ما بتبداش من الصفر، فانت معاك بوينت هنا، معاك بوينت، خلينا نعملها البوينت اللي هي ايه، البوينت زي دي. وهكذا بقى. وليكن ان هنا بكوميونيكيت بشكل كويس مع مديري في الشغل لما برجع الاوفيس في القاهره، فبديله ريبورت باللي انا عملته في الشغل، والريبورت ده كان مكتوب ودوكيومنتد وطبعته وراعيت فيه ان هو يكون ملخص كل النقط الاساسيه، فدي مهاره دوكيومنتيشن. وليكن مثلا مديري هنا في الشغل كان في مره كونفليكت بيني وبين زميل ليا، فكان في مهاره اسمها كونفليكت مانجمنت، فانا راعيت في الكونفليكت ساعتها ان انا اذكر الاسباب اللي خلتني اعمل كده، واذكر كمان الاسباب اللي خلت زميلي يعمل كده، وابديت تفاهمي ب1 2 3 4. فدي بوينت، واكمل البوينت دي في الاخر لحد ما اكتشف ان انا عندي في اليو اكس 3 4 حاجات اوريدي معايا، تمام. ومن هنا ابقى عارف ايه اللي معايا، وابدا احط كوما واسال نفسي سؤال ايه بقى اللي مش معايا. هكتشف ان انا في حاجات طبعا لسه ما عملتهاش. هي دي الحاجات اللي انا هعمل بيها لستة واقول عندي 1 2 3 4 وانا محتاج اذاكرهم الفتره الجايه، واقول في الانترفيو انا مش عارف الحاجات دي ولكن عارف الحاجات دي وعندي ما يثبت ان هي موجوده. فخرافه ان انا ببدا من الصفر لازم نشيلها من دماغنا. فلو حد مثلا شغال مهندس مدني، شغال محاسب، شغال دكتور، شغال في فيديوجرافي، شغال جرافيك ديزاين، انا بدات من البعيد شويه، شغال نجار، قلنا مثال النجار في الفيديو اللي فات، شغال اي حاجه ونفسه يخش مجال اليو اكس، يفهم ان هو هيبقى عنده بعض المهارات. انا هنا مش بقول يلا كله يخش يو اكس، لان لا، في حاجات كتير هتبقى مش عارفها ومحتاج تبذل مجهود يفوق يعني بالسنين، هتقعد سنين تتعلم. فبس اتليست لما يبقى حد، يعني مثلا واحده من الحاجات اللي بتجنني ان يكون في حد شغال في احد المجالات المهمه جدا بالنسبه لصناعه اليو اكس، وليكن مجال السيكولوجي اللي هي علم النفس مثلا، ويجي يقول لي هو انا مؤهل اخش مجال يو اكس ولا لا؟ تفتكر هو مجال مناسب ولا لا؟ لو عرفت ان علم اليو اكس اصلا 3/4 مبني على علم النفس والسيكولوجي، فده معناه ان انت لو دخلت هيبقى عندك حاجه اسمها يونيك سيلينج بوينت، ودي شرحناها برضو في الفيديو اللي فات، لازم ترجع له. اليونيك سيلينج بوينت اللي هي الحاجه اللي بتميزك عن غيرك، فدراستك قد تكون عامل يميزك عن غيرك، وتبقى لو في مثلا 2000 مصمم دلوقتي بسبب وفرة الكورسات المجانية في اليو اكس اللي خلت عدد كبير جدا داخل وعملت مشكلة في السوق، صدقني عدد كبير ولكن قليل منهم اللي عنده ادفانتج
بيسموا الموضوع ده غير يونيك سيلينج بوينت، ساعات بيسموه في علم التسويق unfair advantage او في علم الكونتنت كريشن. يعني ايه unfair advantage؟ انا الانفير ادفانتج بتاعتي ان انا مهندس بترول بس. يعني يعني ايه مهندس بترول؟ يعني راجل عدى بشهاده عاليه، عنده اناليتيكال سكيلز عاليه، مهندس بيفكر بشكل تحليلي وخلافه، ممكن نبني على ده كتير. ولكن في انفير ادفانتج عند الناس اللي شغاله في علم النفس، ان هو دارس علم النفس، دارس انواع البايس، الحاجات اللي موجوده في علم النفس، وممكن يستخدمها وهو بيعمل اكسبيرينسز. هو هيتعلم حاجات كتير بس عارف يقول دي unfair advantage. هي بيسموها unfair advantage او unique selling point لان هي ميزه غير عادله، يعني هي عندك مش عند غيرك، وبسبب ظروف حياتك هي ودتك على علم النفس. فانت حتى لو في كليه اداب علم نفس عادي ليك فرصه في هذا المجال، بس لازم تكون واعي بنفسك وواعي بقدراتك وعارف ازاي تمسك المهاره اللي هي اكس وتدخلها في المجال بتاع اليو اكس برضو. بس الاكس هنا هيبقى ليها شكل تاني، ممكن تلاقيها عامله كده مثلا، يعني ليها طريقه مختلفه في التعامل او ليها طريقه مختلفه في التطبيق، بس تبقى فاهم. فالنقطه بقى المهمه هنا حتى في الرسمه اللي احنا راسمينها دي، خليني افهمها لك عشان هي دي حاجه كونسبت قوي. لو انت عندك مهاره خلاص على شكل نقطه، وانت المهاره دي برضو بتستخدم هنا، والمهاره دي انت محتاج توصل منهم هما الاثنين. خلاص، رقم واحد لازم تبقى واعي هنا بنفسك، ولازم تبقى عارف مش شرط واعي ان دي موجوده هنا. خلاص، يعني انت عارف ان دي موجوده، بتعرف هي موجوده هنا عن طريق ان انت بتسيرش عنها. واعي دي لان انت عايشها، فلازم يبقى اسمك واعي بيها، ولازم تربط ما بينهم. هنا دي بقى الشطاره بتاعتك، ودي هنا بتستخدم فيها مهاره التواصل. ازاي توصل النقطه اللي انت واعي بيها بالنقطه اللي انت عارف انها موجوده بس لسه ما وعيتش بيها لان انت ما اشتغلتهاش. وازاي توصل الموضوع ده بمهاره الكوميونيكيشن. في ناس بتوصل المهارتين ببعض بس التوصيل يبقى ركيك شويه، يبقى ضعيف شويه، ما يبقاش قادر يقول قد ايه انا ينفع اشتغل هنا بمعرفتي دي. مش بس كمان، يعني ممكن تبقى واعي وعارف بس مش قادر توصل. ودي يعني هو كويس انت تبقى واعي، يعني اصلا احنا بنتعب مع الناس اصلا في المرحله الاولى، ودي اول مرحله من اليس فريم ورك اللي شرحناه في الفيديو اللي فات، حرف الاس. طيب ان انت تبقى واعي، لا انت هتبقى واعي تمام، دي نقطه، وان انت تبقى عارف دي نقطه، وان انت توصل ما بين الاثنين نقطه ثانيه. قوه التوصيل هنا مهمه جدا. في ناس بتوصل هنا بخيط، في ناس بتوصل هنا بسلسله شديده جدا. مهاره التواصل هنا هتفرق كتير. ف الميسكونسبشن بتاعنا ببدا من الصفر، محتاجين نشيله من دماغنا خالص، ومحتاجين نسال نفسنا اسئله مهمه. هختم بيها هذه الحلقه المثمره اللي يا رب تكون قصيره ومش طويله. ايه هي بقى؟ رقم واحد، ايه هي المهارات اللي موجوده دلوقتي؟ رقم اتنين، ايه المهارات اللي انا رايح عليها؟ خلاص. بعدين ايه هي الانشطه؟ يعني ايه الانشطه اللي انا موجوده دلوقتي، وايه الانشطه اللي انا رايح عليها؟ يعني ايه؟ انا بستخدم مهاره التواصل لما اجي اعمل ميتنج مع زملاء بتوعي في الشغل. مهاره التواصل خلينا نكتبها كده، تمام. بستخدم مهاره التواصل لما اعمل ميتنج. انا مهاره التواصل دي بالنسبه لي، واعمل ميتنج هنا بالنسبه لي، انا بسمعهم ازاي؟ ركز معايا. انا بسمع الكلمه دي اكنها متغير. يعني ايه متغير؟ اللي دارس رياضه او خدناها في زمان في المدرسه س ص ع زي اكس واي زد، الحاجات دي بيسموها متغير، فاريبل بالانجليزي. يعني ايه متغير؟ يعني ينفع اشيله واحط حاجه مكانه. خلاص. طيب فانا بستخدم مهاره التواصل لما بعمل ميتنج، فده معناه ان انا بستخدم سكيل لما بعمل ميتنج، ده اكتيفيتي يعني نشاط. فدايما انت بتستخدم مهاره عشان تعمل بيها اكتيفيتي. فشوف بقى انت عندك كم مهاره وبتستخدم كل مهاره في انهي اكتيفيتي. اهو انت بقى محتاج تعمل الكلام ده كله، ده كده بيحصل دلوقتي. وده المتغير الثالث اللي هو متغير الوقت اللي اخترعه اينشتاين. هو اينشتاين بتاع الجاذبيه تقريبا. المهم دلوقتي في الوقت الراهن ده المتغير. انت بقى هتروح على المتغير اللي بعديه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو فين؟ الوقت اللي جاي بعد كده، الوقت القادم اللي هتشتغل فيه فين؟ في الصناعة الجديدة. يمكن ده المتغير الرابع. فكر دايما في حياتك بشكل تحليلي. فانا عندي دلوقتي 4 متغيرات، عندي السكيل والاكتيفيتي والوقت والصناعة. نبسطها عشان انا هنا برسم
بعفويه جدا. فانا عندي 4 متغيرات، هو المهاره، وعندي النشاط، وعندي الصناعه، وعندي الوقت. دي ال4 متغيرات. متغيرات المسار الوظيفي. خلاص. المهاره سكيل، نشاط اكتيفيتي عشان تسيرش بالكيوردز دي. الصناعه هي الكارير نفسه او الاندستري اللي شغال فيها، خليها كارير دلوقتي. الوقت هو التايم. طيب، فانت بتستخدم مهاره معينه عشان تشتغل في نشاط معين، وعشان تشتغل في صناعه جديده رايح عليها مثلا، وعشان خليها دي حرف التي في الوقت المعين. فانا دلوقتي استخدم مهاره الكوميونيكيشن عشان اعمل ميتنج وانا شغال مهندس. بعد كده هستخدم مهاره الكوميونيكيشن عشان اعمل ميتنج وانا شغال في اليو اكس. عايزك بقى تعمل جدول كده اهو، خلاص، وتملى الجدول ده. الفكره بقى اللي عايز اتكلم عليها واختم بيها الموضوع، ان الموضوع ده عايز مجهود كبير، مجهود كبير جدا. ولازم تكون فاهم ان لو في 1000 هيشوفوا الفيديو مثلا، اللي هيعمل المجهود ده 10 بس. ده بجد والله 10 بس. وهو ده اللي بيفرق بقى بين الناس اللي هتاخد خطوه وتاخد اكشن وتكمل في الكارير ولا لا. قيس على كده كل حاجه جايه، يعني كل حاجه بعد كده في الفريم ورك اللي انا شرحته في الفيديو كمان اللي فات محتاج تطبيق، وتطبيق كبير جدا. والتطبيق ده لازم تكون فاهم حاجه، ان هو مراحل وممكن يكون على سنين. انت ممكن تعمل الفريم ورك كله على 5 سنين عادي جدا، بس انت محتاج تطبق كل حاجه لوحدها. كنا شرحنا قبل كده فكره مهمه جدا اسمها كونتكست ماتر. طيب يعني ايه؟ يعني الاطار اللي انت فيه بيفرق جدا في اتخاذ قراراتك. بمعنى ايه؟ خلينا نرسم التايم لاين بتاع حياتك في الشغل، وليكن ده عامل الوقت او المتغير بتاع الوقت، وده هو الاطار اللي انت محتاج تشتغل فيه في الاول. لو جيت سالتك سؤال، ده الاطار، ده الفريم بتاعك، هل انت هتشتغل في الاول في ابل، في شركه ابل؟ هل ينفع تشتغل في ابل؟ اكيد لا. خلاص. ليه ما ينفعش تشتغل في ابل على طول؟ لان متطلبات شركه ابل انت لو حطيتها هتلاقي نفسك مش مكفيها، لان في متطلب كبير جدا. معظم الشركات الكبيره او المحترمه او الكويسه او اي حاجه طموحه انت بتسعى لها، في الغالب يعني هتلاقي عامل الوقت عامل مهم جدا. وللاسف في كونسبت مشهور جدا كنت سمعته من حد، هو فكره ان الوقت لا يختزل. بمعنى ايه؟ يعني لازم تقعد، وليكن هنا مثلا كل شرطه بسنه، فانت محتاج تقعد، انت مثلا دي الصفر، انت محتاج تقعد سنه هنا علشان تقدر تخش الشركه دي. في شركه تانية ما ينفعش تخشها قبل 5 سنين، مش عشان هي بتقول لك انا عايزه حد خبره 5 سنين، مش عشان كده، لا، عشان هو فعلا لازم تقعد 5 سنين، اجباري تقعد 5 سنين في حياتك، وطبيعي تاخد خبرات معينه في ال5 سنين تاهلك انت تشتغل في الشركه دي. وانا مش بتكلم على فكره اللي هو احنا محتاجين حد خبره 5 سنين. عادي، ممكن في حد تكون محتاجه خبره 5 سنين تكتشف ان في حد عنده سنه بخبره واحد عنده 5 سنين. مش ده الجدال اللي انا عايز اخشه. انا بتكلم ان احيانا الوقت مهم جدا في الشركات. فالكونتكست هنا او الاطار، وليكن انت في الشركه اللي هتخشها في الاول هتتعلم، او الشركه دي محتاجه منك مثلا النولج الفلانيه، انك تكون بتعرف تعمل يوزر انترفيس لللاندنج بيج. خلاص. فالسؤال اللي انت محتاج تساله لنفسك دلوقتي عشان تاخد اكشن او تتصرف على اساس الفيديو ده، تسال نفسك ايه هي الحاجه اللي محتاج اتعلمها عشان اشتغل هنا. تسال نفسك ايه هو البوزيشن بتاعي اللي هيأهلني ان انا اشتغل هنا، وايه هو اللي مطلوب بس من البوزيشن بتاعي هنا. فدايما المعلومه الناقصه بالنسبه لي اهم بكتير من المعلومه الكامله. احنا في فتره فيها وفره كبيره في المعلومات، فعلشان كده المعلومه بقى يعني اللي هتختارها هي ويقع عليها الاختيار، هي كيفيه اختيارها دي واحده من اهم المهارات. وهنا اللي بتحتاج تستعين فيها، سواء بالتولز اللي بتبحث بيها على الانترنت، او بالنولج المتوفره على الانترنت، او انك تدور على منتور، او انك تدور على مكان او ناس حواليك عندهم نفس المشكله وتعملوا بروجكت مع بعض وتدوروا ايه هي المعرفه اللي انا محتاج اعرفها علشان اخش المكان ده. فالمكان عايز منك معرفه معينه، وليكن يعني يوزر انترفيس ديزاين على بسيط، مع شويه معرفه عن اليوزر جيرنيز مثلا. بس يبقى انا محتاج اذاكر هذه الاشياء. بس هتكتشف كمان ان انت محتاج مثلا تعرف عشان تشتغل في اول شركه، محتاج تعرف مثلا تهندل مثلا
الدليفري مع الديفلوبر، ومحتاج تكون عندك اتيتيود معين او شكل معين كده محتاج يكون انت عليه، فتقدر تعلم نفسك يعني ايه اتيتيود ويبقى عندك هذه المتطلبات. فانت لو عرفت ان عندك 1 2 3 انت كده مؤهل ان انت تشتغل في الشركه دي. خد بقى، لما تيجي تروح على الشركه اللي بعدها هتكتشف، وليكن الكلام ده كله المعادله دي، ركز معايا احنا بنتكلم هنا بشكل رياضي جدا وكونسبت. المعادله دي خلاص، خلينا نقول انها طلعت نجمه، يعني محصله هذه الاشياء هو النجمه. هي محصله ايه؟ معرفتك هنا خلاص زائد الاكسبيرينس اللي انت خدتها من الاطار. فيعني انت داخل بالحاجات دي ومعاك شويه خبره خلاص، خدت عليهم نجمه. الشركه رقم 2 بقى اللي انت رايحها دي اهو خلاص، بتقوم جايب النجمه دي حاططها هنا. فاذا كل ده دخل هنا از واحد من المعطيات. النجمه دي جواها عامل الوقت اللي هو موجود هنا، اللي هي السنه او السنه ونص، واللي انت داخل بيه، والخبره بتاعتك. علشان كده دايما اللي بيبدا المجال بيشتغل في اماكن، انا هنا مع احترامي للجميع، بس دايما انت بتحتاج تشتغل اول مره في مكان ممكن ما يكونش عامل لك حاجه اسمها فولفيلمنت، يعني مش بيرضيك بنسبه 100%. وده مش معناه ان المكان وحش، في هنا حته بس محتاجه تفاصيل كتير، لان انا مش محتاج اكون، ما اقصدش ان انا عيب في شركه او حاجه. اقصد ايه؟ ان المكان في العالم بتاع يعني البيزنس، في بيزنس موديلز كتير قوي، يعني في ناس بتكسب فلوس بطرق مختلفه جدا. في طرق مش محتاج فيها ان اللي يجي لي في الاول يكون عنده خبره كبيره، يكفيني انه عنده بعض الحاجات، وانا كراجل بيزنس مان قادر اماكسمايز على الحاجات دي وازود حاجات تانية مش شرط يكون ليها بالموضوع ده، واعرف اجيب فلوس واعرف اعمل بيزنس ناجح وكل حاجه. ولكن على المستوى الفردي الشخص اللي داخل هنا ما بيبقاش فولفيلد، علشان كده بيسيب المكان ده ويروح لمكان تاني. تمام؟ فالبيزنس موديل بتاع ابل مختلف، ممكن يكون هما بيركزوا قوي على الفولفيلمنت بتاعه الموظف. تمام؟ فساعتها لما تروح ابل بيبقى الموضوع مختلف. وانا هنا مش برمز لابل على انها هي حلم الحياه يعني، ولكن يهمني ابرز الحته دي علشان ما يبانش ان انا بقول الشركات في الاول كلها وحشه. لا، ما حدش، مش بقول كده خالص. ولكن مش شرط الشركه في الاول فيها تكون محتاجه من الناس اللي فيها انها تكون شاطره جدا، محتاجه ناس ممكن عندهم خبره من 0 ل1 او من 0 ل2. ودي بقى مشكله مدير هذه الشركه، ان هو ازاي يعرف يطلع من الناس دي احسن حاجه. وده على فكره بيطورهم جدا وبيحسنهم جدا ويخليهم يعملوا بورتفوليوز بشكل سريع وبشكل حلو جدا. فدي واحده من الشركات المهمه. لما تبقى واعي جدا بالموضوع ده وتفهم ان انت كده كده لازم تعدي بالحته دي، هتاخد ده كله بقى بيبقى واحد من المعطيات ان انت تشتغل في الشركه الكونتكست الاحسن. ودي نقطه مهمه. انت دايما عشان تروح لمكان في الغالب بيبقى مكان احسن، يعني مفيش حد فينا بياخد خطوه لتحت، في الغالب انت بتبقى عايز تاخد خطوه مكان افضل. فالمكان الافضل ده خلينا نبروزه شويه كده، مش هيجيبك غير عشان حاجه واحده بس، عشان تحل له مشاكله. فده معناه بالمنطق ان انت محتاج تكون عديت بنفس المشاكل قبل كده. طيب عشان كده لما تكون في مكان في الاول وعندك مشاكل، شغال لوحدي، عندي مشكله مع مديري، الانبوت اللي بيجي لي والبريف مش كويس مش كامل، حلو قوي. كل اللي عليك تعمله انك تفكر بحاجه اسمها جروث مايند سيت او بوزيتيف مايند سيت، ان انت تشوف المشكله دي على ان هي فرصه. فرصه في ايه؟ فرصه ان انت تحاول، لو انت هنا قابلت، خلينا نحط مثلا زائد الاكسبيرينس، قابلت مشكله خلاص، بس مش بس مشكله وعملت لها حل. حل اشتغل ما اشتغلش يبقى عندك دروس مستفاده، بس كده. فكل المشاكل اللي هتقابلها دي نعمه من عند ربنا. اكيد هتقع وتغلط، وانا غلطت كتير حتى في بدايه الكارير بتاعي، كل غلطاتي يعني بشعه. فقابلت مشاكل، حليت بعض الحلول، عندي دروس اتعلمتها، كل ده بيخش في المعادله معاك ويطلع النجمه دي. عشان كده الشركه رقم 2 هيسالوك في الانترفيو عملت ايه لما خدت فيدباك، عملت ايه لما اتحطيت في صراع، عملت ايه لما مش عارف ايه. يشوفوا هل انت المشاكل اللي وقعت فيها لقيت لها حل. طب حتى لو ما لقيتلهاش حل عندك دروس، لو لقيت لها حل وما اشتغلتش عندك دروس مستفاده ولا لا. فانت مش هتعطل، هتبقى موجود في الشركه وبتستنى الشركات تنشأ عليها، اللي هو هاتوا لي مشاكل. ايه ده شغال لوحدي؟ ما اروحش اسال واعيط انا عندي مشكله وشغال لوحدي مش عارف ايه، لا، ازاي اتصرفت وانا شغال لوحدي، دورت على النت وعرفت اعمل ايه وعملت.
فبالتالي لما تروح هنا ويبقى عندهم نفس المشكله مش هيعينوك انت، لانك انت عندك حل للمشكله اللي هم بيعدوا بيها دلوقتي. فاذا النجمه دي لما تتحط في الاطار الجميل دي هيبقى ليها معنى، فانت بتتحضر للاطار اللي جاي بعد كده. وهتكتشف بقى وانت شغال في الشركه دي ان انت محتاج تزود شويه عن النولج اللي عندك. فليكن انت عرفت عن اليو اكس هنا وليكن 10%، وده المطلوب مثلا عشان تخش في الشركه دي. طبعا الكلام ده هيزعل ناس كتير. طيب انت محتاج بقى تخش في اليو اكس، تكتشف وانت رايح هنا ان انت محتاج تزود 10% كمان، فتقوم رايح ومذاكره ومديله وقته هنا، وتخش بيه وليكن النولج الجديده بتاعه اليو اكس خلاص، وتزود معاها اتيتيود تمام وشويه المتطلبات بتاعه الشركه، ومبروك انت بقى عندك نجمتين في الشركه الجديده، وعندك برضو مشكله وعندك حل وعندك دروس. تاخد الكلام ده ومع عامل الوقت اللي برضو موجود، عامل الوقت مع اللي كنت عايزه في الشركه مع الخبرات مع كل حاجه، ويبقى عندك الكونتكست اللي بعد كده. طيب خلوني بقى ابرز النقطه المهمه جدا اللي انا شلتها من المعادله وهنحطها دلوقتي. خلينا نبروز بس البتاع ده نشيكه شويه. يعني ثالث شركه من المفترض انها تكون واحده من الشركات الكويسه اللي انت بتسعى لها. فمثلا ايه، نعمل لها قلب هنا وقلب هنا وقلب هنا. حلو. دلوقتي الموضوع لما انت بتخش تشتغل في شركه ما تنساش ان كل ده مجموع عليه، وده قلناه فين بقى؟ كونكشنز، علاقات، ودي حاجه مهمه جدا. مجموع عليه ناس عرفتهم هنا. الشخص ده شايفه الجميل ده وليكن اسمه احمد، عنده نفس الجدول بتاعك ده هناك. فاحمد ممكن اصلا يصادفه الحظ او يكون عنده امكانيات مش عندك مثلا، وعلى طول يروح على الشركه رقم 3. فممكن اصلا انت من هنا وانت في حين احمد راح على طول على الشركه رقم 3 وانت شغال هنا بتحضر نفسك، تكون حضرت، فتقوم عامل ايه؟ احمد ده يخش في المعادله اهو، احمد زائد النجمتين، بس يا معلم كسبت. انت مش محتاج اي حاجه تانية والله بجد. انت في الشركه ده اشتغلت بس بكده، اشتغلت بايه؟ باحمد والنجمتين اللي انت خدتهم من هنا اللي هم جواهم النجمه دي. مش محتاج تذاكر حاجه، هو احمد رشحك خلاص، ده مبروك اشتغلت. ده اللي بيعمل معانا الكيرف. مش عارف هيبقى في مكان ولا لا. المجهود في الاول اللي بتبذله في اي مجال بيبقى عامل كده، وفجاه بيطلع كده. في نقطه عندها الموضوع بيسموه الهوكي كيرف. الموضوع في الاول بيبقى متعب شويه وبعدين فجاه بيعمل كده. فانا يعني حتى انا دايما وانا شغال انا لسه هنا قاعد اقول ماشي ان شاء الله هنقرب من الهوكي. مش عارف الكيرف ده يمشي معايا ولا لا، بس ان شاء الله ايه نوصل للنقطه دي. واكتشفت حتى ان يعني كنت قاعد مع حد سابقني بخطوات كتير، اكتشفت ان الهوكي كيرف بتاعه مأخر شويه، يعني مع انه انا شايفه هنا، ودي بقى البرسبكتيف بيفرق. اكتشفت ان هو الهوكي كيرف بتاعه مكمل شويه هنا، وهو عايز برضو لسه في عنده حاجه عايز يروحها. فدي عقليه تانية يعني، ربنا يبارك لنا. فخلي الكلام ده في دماغك، فكره الكونتكست. اتقل شويه على الشغل اللي هنا، اعرف ايه هي المشاكل اللي عندك، اعمل بيها لسته، اعمل جدول في كل المشاكل، شوف الحلول اللي ممكن تعملها، حط لكل حل وقت هتبذله، وبعد ما تخلص الحل نجح ما نجحش حط دروس استفدتها، وحضر ده للانترفيو بتاع الشركه اللي رايحه. واعمل كده في كل الشركات. وما تنسوش تخشوا صحيح على الكوميونتي بتاعي، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن، وتعملوا بقى السبسكرايب والحاجات الحلوه دي، وابعتوا لي هناك الاوتبوت بتاع الموضوع ده، وشاركوا الناس هناك الناس بتشارك بعضها على طول.